مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. رئيس بنك التنمية الإفريقية يتفقد برامج التنمية في مديرية دبارو. بدأ الأسبوع الرياضي لقوات الدفاع في مدينة كرم. الإريتريون في المملكة العربية السعودية وقطر يحتفلون بذكرى الفادح في سبتمبر. ماكرون يجدد دعم بازوم، وقادة الانقلاب ينددون بتصريحاته. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز نحو البحر الأصفر. والمستشار الألماني يقول أن قمة العشرين مهمة رغم غياب روسيا والصين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تفقد رئيس بنك التنمية الإفريقية الدكتور إيكونومي أديسينا الذي يقوم بزيارة عمل تستغرق يومين إلى إريتريا برفقة الرئيس سياس أفورقي صباح اليوم البرامج التنموية الجارية في دبار وبالإقليم الجنوبي. وشملت زيارة الدكتور إيكونومي سدود مسلام ولوغو وما يرتبط بها من أنشطة الحفاظ على المياه والبنية التحتية الزراعية والزراعة المروية والطاقة الشمسية وتربية الماشية وتصنيع الألبان. وخلال الزيارة اطلعه الخبراء وكبار المسؤولين على الخزانات المشيدة في إريتريا وحجمها والمشاريع الجارية لتوسيع الزراعة المروية ودورها في التنمية الاقتصادية بإريتريا. وقال رئيس بنك التنمية الإفريقية الدكتور إيكونومي أديسينا لوكالة رينا أنه سعيد وفخور كإفريقي ليشهد شخصيا خزانات المياه والبنية التحتية ذات الصلة التي شهدتها إريتريا بمواردها الخاصة. وقال أعتقد اعتقادا راسخا أن القدرات والكفاءات التي تم تطويرها ستساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية شعب وحكومة إريتريا، مؤكدا جاهزية البنك التنموي الإفريقي لدعم هذه المشاريع. حضر الزيارة وزير المالية والتنمية الوطنية الدكتور جرجيس دخل ميكائيل، ورئيس الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاجوس جبرهويت، ورئيس مركز رسم الخرائط والمعلومات الجغرافية جيتاتشو مارهاتسيون، والمدير التنفيذي لمؤسسة القلال والمواشي السيد كبراب أبراهام. التقى رئيس بنك التنمية الإفريقية الدكتور إيكونومي أديسينا بالرئيس سياس أفورقي في الأول من سبتمبر لمناقشة التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والتنمية الشاطئية والقطاعات الاقتصادية الأخرى. افتتح في الأول من سبتمبر بمدينة كرم الأسبوع الرياضي لقوات الدفاع تحت شعار جيش العزة في صفوف متماسكة. حضر مناسبة الافتتاح الوزراء وحاكم إقليم عنسبة سفير عبد الله موسى وقائد هيئة أركان وزارة الدفاع جنرال فيليبوس ولد يوهانس وقادة الجيش. وقال قائد ضابط الإعلام والتوجيه في وزارة الدفاع العقيد سلمون سيوم أن المسابقات الرياضية لقوات الدفاع الإريترية تقام منذ 23 عاما وتجرى هذه السنة في أوضاع مستقرة بعد انتهاء وباء كورونا والهجمات التأديبية. وأضاف أنه خلال البطولة التي ستستمر ل 51 يوما أي حتى 21 من أكتوبر المقبل ستتنافس فرق رياضية من 10 قيادات وفرق عسكرية لقوات الدفاع في 5 مجالات هي كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة، بالإضافة إلى ألعاب القوى والرماية والاستعراض العسكري. وأوضح أن المسابقات الرياضية التي تقوم بها قوات الدفاع الإريترية بالإضافة إلى فوائدها المتمثلة في تنمية القوى البدنية وترسيخ الوحدة تعد منصة مهمة لتحديد وإنتاج الرياضيين المتميزين الذين سيمثلون إريتريا عالميا. احتفل الإريتريون في الرياض والدوحة بالذكرى 62 لانطلاق الشرارة الأولى للكفاح المسلح. فقد نظم الإريتريون المقيمون في الرياض وضواحيها احتفالا يوم 31 من أغسطس المنصرم في قاعة السفارة الإريترية بمناقشة ثقافية وفنية. وأوضح رئيس الجالية الإريترية بالرياض السيد عبد الرحمن إمام بدأ الشعب الإريتري في حمل السلاح ضد العدو قبل 62 عاما بقيادة الشهيد حامد إدريس عواتي ليتمكن بعد 30 عاما من النضال المرير من انتزاع استقلاله. وقال مستشار سفارة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية السيد ولد سلاسي قبر مدهن أن يوم الفاتح من سبتمبر هو رمز لرفض الاستعمار والعبودية والاستعداد للنضال والتضحية. وتخلل الاحتفال فقرات ثقافية ورقصات تراثية بالإضافة إلى قصائد شعرية وموسيقى حديثة. في غضون ذلك قام المواطنون المقيمون في الدوحة بقطر حفل مماثل في الأول من سبتمبر، وألقى السكرتير الأول للسفارة الإريترية السيد محمد عثمان موسى ورئيس الجالية السيد الرشيد ياسين ورئيس لجنة الاحتفالات السيد طاهر محمد أري كلمات عكست أهمية انطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وقد تضمن الحفل مناشط فنية وثقافية وأدبية.
عقد فرع وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي يوم 31 من أغسطس محاضرة في مدينة مندفرة حول الأمراض المنقولة جنسيا بشكل عام وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والتهاب الكبد بشكل خاص. وفي المحاضرة التي ألقاها لموظفي الخدمة المدنية أوضح رئيس مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا السيد أسفاو جبر ميكائيل وضع فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز على المستوى العالمي والوطني وفي الإقليم وتقنيات الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا. كما قدم شرحا مفصلا عن جهود وزارة الصحة في التوعية العامة وعلاج الأمراض، وأكد أن الكبد عضو مهم في جسم الإنسان حيث يقوم بأكثر من 500 وظيفة وهو معرض للإصابة والتلف في حالة إصابته بالفيروس. وقال رئيس فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور أماني المحرتاب أن جهودا جادة تبذل لرفع مستوى وعي المجتمع بالأمراض بشكل عام والأمراض المعدية بشكل خاص. كرمت لجنة مجمع معسكر دندن بأسمرة 56 طالبا حصلوا على درجات مميزة في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية للصف الثاني عشر خلال العام الدراسي 2022 و2023. وفي حديثه في الحفل الذي أقيم في الأول من سبتمبر قال رئيس المجمع المقدم برهان بخراتسين أن الهدف من هذا التكريم هو تشجيع الطلاب على النجاح في دراستهم. وقد حصل 13 طالبا من معسكر دندن والذين أحرزوا العلامات الكاملة على ميداليات ذهبية، وحصل 28 طالبا ممن أحرزوا ما بين 2.2 و 3.8 درجة على ميداليات فضية، وحصل 15 طالبا ممن أحرزوا درجة الدبلوم على ميداليات برونزية. وقال مدير فرع تطوير المناهج بوزارة التعليم السيد تكابو أيموت أن تشجيع المقدم للفائزين من شأنه أن يثير مشاعر القير لدى الآخرين. وقالت المديرة التنفيذية لإدارة مجمع معسكر دندن السيدة حداس إياسو أن النتائج الممتازة التي تحققت هذا العام كانت ثمرة للجهود المبذولة على مستوى المجتمع المحلي. وقال الطلاب الفائزون وأولياء الأمور أن هذه النتائج هي ثمرة سنوات من العمل والمتابعة السليمة. قالت إدارة مدينة كرن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف والتي هطلت يومي 29 و30 من أغسطس قد تسببت في إحداث أضرار بالأشخاص والممتلكات في المدينة. وبحسب التقرير توفى الصبي يبلغ من العمر 14 عاما في فيضانات عونة خلال الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم 29 من أغسطس. وأصيبت امرأة بجروح خطيرة في انهيار منزل بالقطاع رقم 4 في يوم 30 من أغسطس ونقلت إلى أسمرة للحصول على علاج طبي. وأضاف التقرير أن العديد من المنازل في ضواحي رقم 1 و3 و4 اقتلعت أسقفها المشيدة من الزنك، كما سقطت العديد من أعمدة الكهرباء. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. نددت حكومة المجلس العسكري في النيجر بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعتبرتها تدخلا جديدا وصارخا في شؤون البلاد، في حين جدد ماكرون دعم الرئيس المحتجز وقال أنه يتحدث معه بشكل يومي. وكانت الحكومة المعينة من قادة الانقلاب في النيجر قد نددت الاثنين الماضي بتصريحات الرئيس الفرنسي التي أكد فيها أن سفيره لدى نيامي سيبقى في منصبه رقما عن قادة الانقلاب، كما أكد مجددا دعم باريس للرئيس المحتجز. وقالت الحكومة أن تصريحات ماكرون تدخل صارخ في شؤون النيجر الداخلية وتهدف لإدامة علاقة الراعي والعميل بأي ثمن وفق تعبيرها. كما اتهمت ماكرون باستغلال دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومحاولة إجبارها على إرساء ما وصفته بالمشروع الاستعماري. وقالت حكومة المجلس العسكري أن تصريحات ماكرون تهدف إلى خلق انقسام عرقي وتحريض النيجريين ضد بعضهم. وأمس الخميس ألقى المجلس العسكري الحصانة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيت، وأمر الشرطة بطرده في خطوة تمثل مزيدا من التدهور في العلاقات بين البلدين. قال جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت فجر السبت عدة صواريخ باتجاه البحر الأصفر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية بعد يومين من إنهاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة. وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق الذي تم في حوالي الساعة 4 صباحا. وردا على ذلك عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا السبت وفقا لمسؤول رئاسي. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المسؤول عن اجتماع مجلس الأمن القومي ترأسه ليم جونغ ديوك نائب مستشار الأمن القومي لبحث وضع الاستعداد. وكانت كوريا الشمالية أجرت أول أمس الخميس محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة الأرض المحروقة.
وذلك ردا على مناورات مشتركة بين سيول وواشنطن. قالت بيونغ يانغ أنها بمثابة خطط لشن هجوم نووي استباقي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وتضمنت المحاكاة شن ضربات متزامنة فائقة الكثافة على مراكز القيادة العسكرية المحورية والموانئ العسكرية والمطارات العملياتية وغيرها من الأهداف العسكرية المهمة للعدو. قال المستشار الألماني أولاف شولتز في مقابلة مع إذاعة دويشتلاند فونك بثتها في وقت متأخر الجمعة أن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من غياب روسيا والصين. وقال شولتز أنه لا يزال عليها تقديم مساهمة مهمة والتزام كبير يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية المنظمة والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وأضاف أن البلدان التي لها تاريخ استعماري تتحمل مسؤولية تمكين التنمية في مستعمراتها السابقة. وعرض المستشار مساعدة منظمة العشرين على استغلال مواردها الطبيعية ومعالجتها فيما أسماه الشراكات العادلة. أطلقت الهند مسبار يهدف إلى دراسة الشمس بعد أسبوع من نجاحها في إنزال مركبة غير مأهولة عند القطب الجنوبي للقمر. ومن المقرر أن تقلع المركبة أديثا L1 في رحلة تستمر 4 أشهر إلى أن تبلغ مقصدها على مسافة 1.5 مليون كيلومتر. وستحمل معدات علمية لدراسة الطبقات الخارجية للشمس. وستكون هذه المركبة الأولى لنيودلهي لدراسة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية في اكتشاف النجم المشع للمجموعة الشمسية. وقال عالم الفيزياء الفلكية سوما كراشوديري أن هذه مهمة طموحة بالنسبة إليه، مشيرا إلى أن المركبة تعتزم دراسة انبعاثات الكتلة الإكليلية، وهي ظاهرة دورية تؤدي إلى تصريفات هائلة من البلازما والطاقة المغناطيسية المتأتية من الغلاف الجوي للشمس. وعادة ما تكون هذه التصريفات ضخمة إلى حد الوصول إلى الأرض والتأثير عليها. وستساعد المركبة على توقيع حصول هذه الظواهر وتحذير الجميع بشكل يتيح اتخاذ إجراءات وقائية. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس بنك التنمية الإفريقي يتفقد برامج التنمية في مدينة دبارو. بدأ الأسبوع الرياضي لقوات الدفاع في مدينة كرن. الإريتريون في السعودية وقطر يحتفلون بذكرى 3 سبتمبر. ماكرون يجدد دعم بازوم وقادة الانقلاب ينددون بتصريحاته. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز نحو البحر الأصفر. مستشار ألمانيا يقول أن قمة العشرين مهمة رغم غياب روسيا والصين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.